يوم بس منتخب مصر يحقق فوز غبي 27 سنه على منتخب جنوب افريقيا ويبقى هو اول المتاهلين للدور القادم. المباراه كانت ممتازه من جوانب كتير ومش قد كده في جوانب تانية، لكن اجماليا كده منتخب مصر يقدر يصعد كاول مجموعته للدور القادم. المباراه بداها منتخب مصر التغييرين عن المباراه الاولى، واللي هم تغييره رامي ربيعه مكان حسام عبد المجيد وزيزو مكان امام عاشور. طبعا كان في مخاوف من وجود الشناوي في التشكيله بعد الاداء الضعيف اللي ظهر فيه في مباراه زيمبابوي، فكله كان خايف من اداء الشناوي في المباراه دي، خصوصا جنوب افريقيا ولاعيبه جنوب افريقيا حافظين الشناوي، لكن الراجل تالق وظهر بمستوى جيد وكمان خد جايزه راجل المباراه. وهنا بقى نبدا نتكلم عن اداء الدفاع اللي عمل ماتش كويس لكن مع وجود اخطاء، وهي انك سبت هجوم جنوب افريقيا يلعب عليه الكوره ويوصل للشناوي اللي كان فايق وفي يومه، ولكن انت دايما عندك عيب قاتل وهو البطء في اتخاذ القرار، وده حاجه مش بس في الدفاع لكنها كمان في كل مراكز الملعب. دي حاجه بتخلي شكلك ضعيف ونقلك للكوره بيبقى بطيء جدا، وده بيسبب غلطات وقطع كتير للكوره. والناس يا جماعه ما تزعلش ان الواحد بيتكلم على العيوب مش على المكسب، دايما اللي عايز يطور من نفسه بيشوف عيوبه ويحاول يحلها. انت النهارده كسبت جنوب افريقيا، لكن عشان النجمه الثامنه اللي المصريين مستنيينها من اكتر من 15 سنه محتاج انك تعمل اكتر من انك تفوز على جنوب افريقيا وزيمبابوي وانجولا. ودي عقليه اللي عايز يطور من نجاحه، مش بس ان هو فرح بحاجه صغيره هو عملها وسايب نواقص لو حلها ممكن يوصل لابعد من كده بكتير، وممكن توصل لمنصات تتويج كبيره وعندك الامكانيات اللي توديك للكلام ده. فيا ريت محدش يزعل من الكلام اللي ممكن يوديك لحته ابعد من كده بكتير. ونرجع بقى للمباراه اللي انت ظهرت فيها في شوط اول مستحوذ وماسك كوره وبتروح على الجون كتير لكن بدون اهداف وبدون خطوره، لحد الدقيقه 45 الفار بيقرر يحسب ضربه جزاء لمنتخب مصر ولمحمد صلاح. ضربه جزاء الحقيقه عليها كلام كتير وكانت ممكن ما تتحسبش، لكن الحكم احتسبها ودخل صلاح حطها بروقان قوي عشان يسجل الهدف الاول لمنتخب مصر، عشان بعد كده الناس ما تلحقش تخلص فرحتها من الهدف من محمد هاني يعمل تدخل ملوش اي لازمه مع لاعب جنوب افريقيا في نص الملعب وعلى خط التماس. هو كمان كان عنده كارت، فالحكم يقرر يديله الكارت الثاني ويطلع بطرد مستحق طبعا مليون في المية. الفكره هنا انك لاعب كبير ومستواك في الماتش ما كانش سيء، فليه يعني تدخل زي ده؟ صراحه علامه استفهام كبير على محمد هاني وعلى الحاجات الغريبه اللي هو بيعملها عشان تخرج مصر بهدف وطرد في الشوط الاول، ويبدا الشوط الثاني بتبديل غريب من الكابتن حسام حسن انه طلع يعتبر واحد من انشط اللعيبه في الملعب عمر مرموش وينزل مكانه امام عاشور. تبديل زي ده اقبله في حاله واحده ان مرموش لا قدر الله يكون مثلا في حاجه او اشتكى من اصابه، لكن غير كده تبديل مش مفهوم خالص. والاصح ان كان اللي كان يخرج كان تريزيجيه مكان مرموش، لان انت عارف ان انت مش هتهاجم وهتلعب على المرتدات، فواحد زي مرموش كان انسب حل ان هو يلعب لك على الحته دي وهو بيعرف يلعب عليها كويس جدا. لو انت مكمل بقى لحد هنا اعمل اشتراك واعمل لايك. وبرده واحد زي صلاح اللي انا مستغرب له قوي النهارده، انت هو يا عم صلاح لما بتلعب بيبان فرق ملحوظ في اداء المنتخب، رغم ان جاله اكتر من كوره كان بيقف عليها وكانت بتتقطع منه، لكنه برده عمل كذا كوره حلوه قوي بتوريك قد ايه نسخه صلاح بتاعت اوروبا تفرق جامد مع المنتخب. بشوف النهارده الروقان والهدوء في ضربه الجزاء اللي بيحطها لوب في واحد من احسن حراس القاره، الراجل ده لا خلاف على ادائه اللي احنا مستنيينه منه ان شاء الله خلال البطوله. محمد لمحمد تاني، ايه يا عم شنو؟ يا عم شنو، ما احنا بنصد اهو وبنفرد ايدينا وبنشيل كور، امال في ايه بقى؟ الراجل الصراحه شال اكتر من كره خطيره وكل قراراته النهارده كانت صح، توقيتات الخروج والتطليع بالبوكس كل ده كانت قرارات صح جدا، والراجل استحق بصراحه جايزه راجل المباراه. كمان حمدي فتحي اللي ظهر باداء اكتر من رائع وظهر بنسخه حمدي بتاع الاهلي نسخه موسيماني، وكمان ياسر ابراهيم اللي عامل بطوله حتى الان ممتازه جدا الصراحه. الراجل النهارده كان هيلبسك ضربه جزاء وكان ممكن على فكره تتحسب، لكن الحكم بيعديها وتعدي على خير الحمد لله. اجماليا مباراه كويسه للمنتخب وللاعيبه، لكن انت عندك عيوب وعندك نواقص، دي حاجه اكيده طبعا، فانت محتاج تشتغل على حاجات كتير، وكمان محتاج تثبت اداء اللعيبه دي على اعلى اداء عشان النجمه الثامنه مش سهله. وبرده مش هنقدر ننسى الكابتن حسام حسن اللي بيعمل شويه تبديلات غريبه، لكن الراجل الصراحه ماشي بشكل كويس وعنده حماس كبير وروح عاليه قوي الصراحه، وعارف يحتضن اللعيبه بشكل ممتاز. كل الدعم والتوفيق للمنتخب والكابتن حسام حسن وللجهاز الفني وللعيبه، وان شاء الله حلم الثامنه مش بعيد. ومبروك لمنتخب مصر التاهل كاول مجموعته واول الصاعدين، وما تنساش بقى تعمل لايك وتعمل اشتراك، واشوفكم في فيديو جديد.